اوعدك بقى انك هتبقي استاذه فيه ومش هتشتريه تاني من بره. مش كده وبس، ده انت ممكن تعمليه مشروع من البيت كمان وتكسبي منه الملايين. سمي بالله وصلي على الرسول. في الاول كده هنجيب الطبق، نحط فيه جزرتين كبار مبشورين، بصلايه متقطعه مكعبات صغيره، 3 حبات من الطماطم، كمان قرنين فلفل، ونص حزمه كزبره، ونص حزمه بقدونس، نص راس توم، 3 ليمونات متقطعين شرايح، ربع كوبايه ليمون، وربع كوبايه زيت، ملح وكمون وفلفل اسود، بابريكا وشطه وكاري، ومعلقتين من الصلصه والملح اللي انت عايزاه، وقلبي كل الكلام ده مع بعضه. وبعد كده بقى هاتي السمك بتاعك. انا كنت جايبه سمك بوري، تقدري تجيبي ماكريلا او بولتي وتفتحيه سنجاري وتبتدي تعملي زي ما انا عملت كده. جبت ورق فويل وابتديت ان انا اشكل الورقه على قد السمكيه، واحط تحت السمكه حشوه ومن فوقيها الحشوه، واظبط كل الكميه بنفس الشكل ده. ما تنسيش بقى تحملي التطبيق المجاني اللي بجيب لك كل الافكار دي من عليه، هتلاقيني سايبهولك في اول كومنت تحت الفيديو. هسيبلك تطبيق اكلات وحلويات، استفادي بالاتنين لانهم من غير نت. هنا بقى خلاص تبلت السمك بتاعي وحطيت له شرايح ليمون، وكمان عصرت عليه ليمونتين ودخلته الفرن على اعلى درجة حرارة وسبته لحد ما استوى. وبعد كده ولعت له الشواية لحد ما خد الوش الجميل ده. وعايزة اقول لكم طعمه حدوتة. جربوا الطريقة وما تنسوش الشير واللايك.